كلنا بنعرف صديقنا الحبيب أيقونة الأعشاب اللبنانية زين القتات. زين القتات اللي عنده حل لكل شيء. حلوله أيام صعبة وأيام أصعب. مش صعب. بدي أقوله بدون وصفة البواسير، وبتعرف شو البواسير؟ بكل الحالات العادة هو مرهم. عند الناس العادة مرهم. أول حل من زين القتات بيكون هيدا الشيء. البواسير. ايه البواسير بدك وصفة مجانية، هعطيكي وصفة مجانية. في وصفة كتير حلو عن طريق الكي بطريقة كتير منزلية. بنجيب الكفوف هذول اللي بنلبسهم البلاستيك. اوكي. بنعبي الكف مي لدرجة انه الخمس اصابع يصيروا كلهم ملانين مي. بنسكرها ومسكرها مزبوط وبنحطها بالفريزر. أوكي. لحتى يصير كله ثلج، المي يصير كله ثلج. اوكي. او بالون، بنعبي بالون. لا ما بيمشي البالون، لازم لانه بحاجه للاصبع نحن. اوكي. يعني بدك اخترنا الكفوف لانه بحاجه للاصبع. اوكي. وبنحطه مكان البواسير للاصبع وبنتركه لمده 10 دقائق. في شويه وجع بس من السقعه يعني، بس بهالطريقه بينكوى كي وبناخذ نتيجه حلوه. هلا هذه وصفه هينه كثير وبسيطه وبنقدر نستعملها وحناخذ نتيجه فيها. ثلج يعني بدنا ثلج. ايه شو بك انت ما معك؟ خليكم ما انت قلت لي يا خيي اعشاب يوصف له جزره يا خيي. لا 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 حبيبي. بدك ترتاح ولا ما بدك ترتاح؟ بدك تضلك قاعد هيك ولا بدك ترتاح؟ بدك ترتاح ابو الجيك حبيبي انت، بس بروم شوي. ابو الجيك قوم تعال تعال ابو الجيك، بدنا اصبع واحد بس. ابو الجيك ما تستحق، قوم بروم ابو الجيك. شو بك؟ بدك تضلك هيك يا ابو الجيك؟ يا شو بك يا حبيبي؟ كله هيدا. هلا انا بعد احسن، انا بعمل احسن من زين. انا ما رح اعبي لك اياه مي حتى، يعني بعد بيكون رخو وطري. قوم فيها شوية وجع بس. يلا قوم. شو بك ما بدك؟ بالون؟ قالت له بالون عصب. فشرتي بدنا الاصبع. بدنا الاصبع. ابو الجيك بدي اقول لك شيء، هذا ما كان الحل الوحيد عند زين القتات للبواسير، عنده حل ثاني كمان. ايه حل ثاني مرتب ونظيف ولذيذ. هذا حل كثير مرتب، هذا خارج بيوت، يعني خارج بيوت مرتبه، خارج بيوت كلاس. شوف. وفي وصفه ثانيه بنجيب حامض الليمون ودهن الخروف، دهن الخروف، الدهن اللي بيكون حوالي اللحمه ني يعني؟ ايه ني، بيكون عند لحام. بنجيب هذا الدهن. اوكي. بنحط فوقهم حامض الليمون وبنعملهم بشكل تحاميل وبنستعملهم كمان. يا دلي. يعني بده يكون عندنا اي قالب، اي شيء بالبيت او اي تحميله بتشتريها بتفضيها بتكبيها وبتعمليها مثل قالب هيدي وبتحطي فيها المواد هيدي بتسكريها يعني قد ايه بدنا ثاني يوم لينشف. كل يوم تحميله او اثنين او على 4-5 ايام ان شاء الله ما بضل في شيء. بس في وجع يعني، بس نستعملها في وجع كثير قوي. عم تشتري حميم عند اللحام. بيبي انا نازل اشتريت حمير عند الصيدلي، لا عند اللحام. ايه مرحبا ابو عبدو، كيفك؟ إيه اهلا كستليتا ولا مفرومه حمير؟ حمير دهن الخروف. شو ها؟ بس انتبه هول الاثنين. لا لحظه، هول الحلين هن الهينين. هيدا هول الحلين هن الحلين الهينين. انتبه. المرهم عن جد شو الحل البدائي؟ المرهم في حلول، عم يعطيك حلول. كف مليان ثلج، دهن الخروف من عند اللحام، كلها حلول هينه. شو بتتخيل معقول يكون الحل الثالث؟ اعطيني شو معقول الحل الثالث؟ مقتي. لا شو معقول يكون الحل الثالث؟ ابو الناج. شو معقول؟ من؟ ليك الحل الثالث طلع. بنجيب دلب الخيل. بنشوف حدا عنده حصان خيل
بنجيب الشعره تبعيته، أوكي. الشعره تبعيته أوكي. بس، وبنربط هاي اللحمه اللي ظاهره لبرا، عم تقول كبيره اللحمه حسب ما أوكي. فهمت، بنربطها، نقطع الدم عنها. ليه ما بيمشي الحال بخيط عادي؟ لا ما بيمشي الحال بس بخيط عادي، الحصان؟ لانه يمكن تلتهب، الحصان ما بتلتهب. اوكي. بدي ربي حصان كرمال بوسير. دنب الحصان يا خي، مين هو هيدا اللي بده يروح لعند الاسطبل يشيل دنب الحصان، يروح على البيت يقول له اربطوا لي يا شو هالفرس مان بطلع عندك بصير، بس بصير عندك دنب. خي هو بيرجع بيعطيك وصفه للدنب، هيدي غير وصفه